تفاصيل عن حياة نريمان الزوجة الثانية للملك فاروق. خطفها الملك فاروق من خطيبها وخلعته بعد الثورة. قصة ضرب فريد الأطرش بالحذاء بسببها. الملكة نريمان ملكة مصرية، هي أحد أشهر ملكات مصر. تزوجت آخر ملوك مصر الملك فاروق، وأنجبت ولي العهد الأمير أحمد فؤاد. ولدت في 1933 وتوفيت عام 2005. عاشت حياة تحمل مزيجا من الرفاهية والشقاء، فكانت زوجة لملك وانتهت حياتها في شقة بسيطة بمصر الجديدة. ولدت الملكة نريمان صادق بالقاهرة في 31 أكتوبر 1933. والدها هو حسين فهمي صادق وكيل وزارة المواصلات، أما والدتها فهي أصيلة هانم. عاشت نريمان طفولة سعيدة، فهي ابنة وحيدة أنجبها والدها بعد عدة محاولات فاشلة للإنجاب، وكان يخاف عليها بشدة للحد الذي جعله يفضل عدم إلحاقها بمدارس اللغات البعيدة عن السكن، وتلتحق بمدارس مصرية عادية كانت تلاصق الفيلا التي تعيش فيها مباشرة. وتوقف تعليمها عند المرحلة الثانوية، وكانت في هذا السن جميلة رقيقة هادئة. كرس لها والديها كل جهدهما، عرف عنها الأدب الشديد، وبدأ الخطاب يتركون بابها مبكرا حتى جاءها العريس ووافقت عليه أسرتها، وخطبت إلى المحامي المعروف الدكتور محمد زكي هاشم، وكان يعمل نائبا في مجلس الدولة. وذهب سويا إلى محل أحمد نجيب باشا الجواهرجي لاختيار الشبكة، والذي كان من أشهر محال الذهب في مصر. ورأى الملك فاروق نريمان في محل الذهب صدفة، حيث دخل المحل بدون حراسة لبيع حجر كريم، وفي نفس الوقت كان بيبحث عن عروسة بعد طلاقه لفريدة. وقيل إن الجواهرجي هو الذي دبر اللقاء ليشاهد الملك فاروق نريمان. كانت النتيجة إنه أعجب بها وقرر الزواج منها، فتحولت حياتها من بنت بسيطة عادية إلى ملكة مصر وأم ولي العهد. وجاءت أسرة نريمان البسيطة اتصالا مفاجئ من القصر الملكي، وتحدث فاروق بنفسه مع والدها وطلب القرب منه، وطلب إيد نريمان للزواج، لكن والدها ما كانش مصدق في البداية. رغم عن ذلك كان والدها رافض الزيجة بسبب سماعه عن نزوات الملك ولياليه الفارهة، وخاف على ابنته، لكنه بادر بفسخ خطبتها على زكي هاشم. وجاءت سرعة الملك في ترتيب الإجراءات الزواج أنهت مخاوفه فورا. وتزوجت نريمان الملك عام 1951، وأصبحت أم ولي عهده الوحيد أحمد فؤاد، الذي تولى العرش وهو لم يتجاوز ال6 أشهر تحت لجنة وصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم. وحصل خلافات بين نريمان والملك فاروق في المنفى بإيطاليا، وبعد 3 شهور استأذنت نريمان حكومة الثورة في العودة إلى مصر، وعادت بعد أن منعها الملك من اصطحاب صغيرها ولي العهد لترفع قضية أمام محكمة مصر الجديدة لتطلب الطلاق الذي حكم لها عام 1954. وبعد الطلاق كتب جليل البنداري تحرير مجلة الفن إن فريد الأطرش سعى إلى الزواج من نريمان صادق قبل خطبتها من زكي هاشم، الذي سبق الملك فاروق في الارتباط به عن طريق صداقته لعمها مصطفى صادق. وبعد طلاق نريمان من الملك وعادت إلى مصر، حاول فريد الأطرش أن يتقرب منها ويخفف عنها واقع الصدمة النفسية عليها بدعوتها لحضور معظم حفلاته ليشعل الحب من جديد، ثم عاد وطلبها للزواج من مرة تانية. رفضت عائلة نريمان طلب فريد الأطرش، ولم يقتنع فريد الأطرش بهذا الرفض، وفضل يطارد نريمان لدرجة إن أم نريمان ست أصيلة ضربته علقة سخنة بحذاء. وبعدها كتب في مقال بعنوان غرام الملكة والفنان فريد الأطرش ونريمان إن الصحف تناقلت أخبار الزواج المرتقب من الملكة السابقة والفنان فريد الأطرش، لكن أم نريمان معجبهاش الكلام ده، فأصدرت بيان تحذر فيه فريد الأطرش من مجرد التفكير في هذا الأمر، وطلبته بمعرفة قدر نفسه ومراعاة الفروق الاجتماعية. خافت الملكة نريمان من والدتها ورفضت عرض فريد الأطرش، وبعدها أصيب بذبحة صدرية واعتكف عن العمل لفترة طويلة. وتزوجت نريمان للمرة الثانية من الدكتور أدهم النقيب، وهو رئيس سابق لنادي اليخت بالإسكندرية من مواليد 1925. بدأ كطبيب ممارس عام 1964، ثم مدير مستشفى كرموز العلماني، وشغل منصب المدير العام للتأمين الصحي.